انت الوحيده اللي مش راكبه عربيه لحد دلوقتي. انت الوحيده اللي لسه ما وصلتيش لوظيفه احلامك وسافرتي ولفتي العالم وشفتي بلاد وكالتشرز كتيره. انت الوحيده، لكن كل الناس ناجحه ومبسوطه وسعيده. ليه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده احنا هنتكلم عن السلام النفسي، الحاجه اللي كتير قوي بيحاولوا يوصلها واللي انا منهم طبعا. في الفتره اللي فاتت كنت حاسه ان انا مضغوطه بشكل زياده عن اللزوم ومتوتره. بفكر كتير. مش حاسه ان الدنيا ماشيه زي ما انا عاوزه، وده كان مخليني دايما عماله اسال نفسي هي ليه الدنيا ما بتمشيش زي ما الواحد عايز. فبقيت بحاول امشي الدنيا زي ما انا عاوزه بالعافيه بقى، اللي هو ايه، اتعصب، اتخانق، ما اعرفش ليه ما حصلش كذا، ده ما اعرفش انا كنت عايزه كذا وما حصلش، ده انا وقت النهارده ده وما قدرتش ان انا اعمل كل اللي انا عاوزاه. مع ان في بعض الاحيان وكتير بصراحه بيبقى الموضوع خارج عن ارادتي، بتبقى فيه ظروف محيطه بتخلي الواحد ممكن ياجل حاجه هو عاوزها، ممكن يلغي اصلا فكره من دماغه لانها مش واقعيه ومش منطقيه في الفتره دي. فالواحد حاسه قد ايه هو بجد محتاج يسمع كلام ويطبقه عن فكره السلام النفسي. ازاي اكون هاديه من جوايا ومطمئنه مهما كان الجو اللي حواليا فيه ضغط او توتر. خلونا بس الاول كده نروح نعمل حاجه دافيه نشربها سوا ونرجع. جهزتي كوباية الحاجة الدافية بتاعتك؟ أنا جهزت. فتعالوا بقى كده نبدأ واحدة واحدة ونتكلم عن ازاي يبقى عندنا سلام نفسي. عشان يبقى عندك سلام نفسي، هتستغربي من اللي أنا هقوله، بس والله العظيم حقيقي الفيديو ده بجد لو طبقتي الكلام اللي فيه انا واثقه انه هيغير حياتك، لان مفيش مره انا طبقت فيها الكلام ده الا وحسيت فرق، ومفيش مره ما طبقتش فيها الكلام ده الا وفعلا حسيت بضغط نفسي مش طبيعي وتوتر وقلق وكانت الدنيا مش ظابطه معايا نهائي. ففعلا الكلام ده حقيقي وصح جدا. خليني اخد بق الاول. حلو جدا. طيب تمام. ايه بقى اللي احنا المفروض نعمله عشان خاطر نوصل للسلام النفسي ده؟ حاجتين محتاجه انك انت ما تحاوليش انك تعملي، وانا مش جايه النهارده اقول لك اعملي، انا جايه النهارده اقول لك ما تعمليش. اول حاجه ما تحاوليش ابدا انك تعمليها، ما تحاوليش انك تعرفي ليه او ايه السبب. يعني ايه؟ يعني احنا في حياتنا عمالين نحاول، بس صح، عمالين نحاول ونجري ونحاول ان احنا يبقى معانا عربيه، نحاول ان احنا يبقى معانا شقه، اللي معاه عربيه عايز عربيه احسن، اللي معاه شقه عايز شقه احسن، اللي معاه تليفون عايز تليفون احدث، اللي مدخل ولده مدارس عاوز يديهم كورس واثنين وثلاثه وتمرين واثنين وثلاثه، عايزين دايما الاعلى والاحسن. عمالين نحاول نحسن كل حاجه في حياتنا. ازاي بقى انت جايه دلوقتي وتقولي لي لا ما تحاوليش؟ لا بقى ده انت عايزاني كده اكون فاشله، مش يبقى كل الناس اللي حواليا عمالين يحسنوا من حياتهم ويحسنوا من وضعهم وانا الوحيده اللي هقعد كده ما احاولش ان احسن اي حاجه في حياتي. بصراحه الناس اللي بتعمل كده مش كلها سعداء، فعلا والله العظيم مش كلهم سعداء. في ناس بتضغط نفسها ماديا بشكل مش طبيعي عشان خاطر يوصلوا للي هم وصلوا له ده، او يحققوا المركز الاجتماعي ده. فبعيدا عن ايه، عن المظاهر وعن فكره ان انا عاوز اجيب وعاوز دايما الاحسن وعاوز وتفكيرنا دايما استهلاكي فبيضغطنا بشكل مش طبيعي، بعيدا عن النقطه دي، فكره بقى الاستماتة في المحاولة، وان انا عايزة ده عشان اكون سعيدة، ومن غير ده انا مش هكون سعيدة، وانا ليه يا ربي ما حصليش كده، وانا ليه ما عنديش ده، وانا ليه حصل لي كذا، وانا ليه متضايقة او زعلانة كده، انا ليه مش مبسوطة زي فلان الفلاني، انا ليه مش فرحانة زي الشخص الفلاني، ليه؟ التساؤلات الكتير اللي حواليكي دي اللي عمالة تسألي نفسك فيها، دي لوحدها كفيلة انها بجد تجيلك اكتئاب اصلا، يعني بجد تجيب اكتئاب. ليه؟ لانه انت مش عاوزه تسيبيه على ربنا، انت عاوزه دايما تدخلي نفسك في الموضوع، تدخلي نفسك في المعادله. احنا عايزين دايما نعرف سبب كل حاجه بتجرى في حياتنا، وفعلا السبب في حاجه زي كده بسيط جدا، وهو ان كل حاجه حواليكي بتديكي مسج ان انا سعيده ومبسوطه وان الدنيا جميله، بس انت الوحيده اللي بتعاني، انت الوحيده اللي يا خساره ما عندكيش موبايل ايفون. ليه بقى عندنا الفكر ده؟
لان السوشيال ميديا مصدره لنا دايما الجانب الحلو في حياه كل واحد، لكن الجانب الوحش مش مصدرينه. حضرتك بتنزلي الشغل الصبح، بتروحي الشغل، ترجعي من الشغل طالع عينك طبعا من المواصلات وتعب الشغل، ترجعي تعملي الاكل وتحضري الغدا عشان خاطر بقى الولاد قبل ما يجوا من المدرسه، يجوا الولاد يتغدوا وتقعدي تذاكري لهم. موال كبير ودنيا انت عايشاها بكل تفاصيلها، وفي الاخر تقعدي في اخر اليوم كده تعبانه تمسكي تليفونك تقلبي عشان تفصلي شويه. اول صوره تظهر لك اتنين في المالديف، تاني صورة تظهر لك اتنين بيحتفلوا بعيد جوازهم وجوزها جاب لها عربية مرسيدس سيدان، تالت فيديو يظهر لك شلة بنات سافروا الجونة عشان خاطر يفصلوا ويهيصوا بقى ومصورين وما بيضحكوا وبيهزروا ويغنوا وحاجة والدنيا جميلة ولطيفة. امال ايه يا جماعة بس؟ امال انا لوحدي اللي بعاني؟ في نفس اللحظة اللي انت بتفكري فيها هو انا لوحدي اللي بعاني، في بقى في الخلفية كده صوت اتنين عمالين يصرخوا ماسكين في بعض بسبب ان واحد اخد لعبة التاني، فانت طبعا هتسيبي الموبايل دلوقتي هتقومي تطلعي لهم كل اللي انت شفتيه. هي دي الحقيقة يعني المرة بصراحة، ان احنا بقينا يعني عندنا دايما هاي اكسبكتيشن كده، توقعاتنا دايما عالية، ما بنشبعش، ما عندناش سقف لطموحنا. ليه؟ لانه دايما عينك شايفة الاحسن وعينك شايفة الاعلى، فالو ليه ما يبقاش معايا الاعلى؟ ليه ما بقاش مبسوطة زيه؟ ليه ما بقاش عندي زيه؟ مع ان الناس دي انت مش عارفة كل الجانب اللي في حياتهم، فعشان كده ما تحاوليش تبقي زي حد، وما تحاوليش ان انت تعرفي ليه فلان عندي وانا ما عنديش. ما تحاوليش انك تعرفي الحاجات دي، وما تحاوليش بقى تفكري ايه سبب زعلي وحزني دلوقتي. ساعات كده بتبقى ملهاش سبب، يعني اي مودك وحش مثلا، ما مودي وحش، لا انا اقعد بقى كده واسيب كل اللي ورايا وامسك بقى يلا مالي بقى النهارده، انا ليه متضايقه، انا ليه حزينه. هل يا ترى بسبب وانا في 5 ابتدائي ماما قالت لي مش هجيب له شوكولاته، فالموضوع حاسس في نفسيتي من ساعتها فلسه مأثر وعندي عقده طفوله؟ مش هو ده اللي احنا بنسمعه اصلا؟ بيقولك ايه؟ دور جواك وخش في اعماق نفسك هتلاقي عندك عقد الطفوله مش عارفه بسبب ايه. اصل انت لما كنت مع الناس الفلانيين وضحكوا انت فكرت ان هما بيضحكوا عليك عشان وانت صغير في حد معاك في المدرسه اتريق عليك. يعني كلنا مرينا بحاجات واحنا صغيرين عادي، يعني تضايق وتزعل، بس بجد الانغماس في التفكير في الماضي واللي فات واللي حصل لي من وانا صغير وايه سبب اللي انا فيه وايه سبب الحزن اللي انا بعيشه مش هيعمل اي حاجه غير انه هيزود المشاعر دي اكتر. انا اول الناس بجد اللي بقول الكلام ده لنفسي، لان انا شخصيه اوفر ثينكينج بشكل مش طبيعي، بفكر كتير جدا، ومن النوع اللي تحب تحلل قوي، يعني النوع اللي يحب ايه، اقعد افكر في اسباب الاشياء وليه ده حصل وليه ما اعرفش القصه الفلانيه حصل فيها ايه والقصه الفلانيه ما حصلش فيها، واحب كده اتامل في قصص الناس اللي حواليا، وفلان وصل لكذا عشان عمل كذا، فلان وصل لكذا عشان عمل كذا، مع انه بصراحه يعني في ناس كتير وصلت لحاجات من غير اسباب منطقيه، بس لمجرد ان ده رزقها، يعني مفيش سبب منطقي او حاجه ملموسه يعني مميزه قوي تخليهم يوصلوا للحاجه دي. فلو انت بقى بعقلك قعدت تفكر في ليه وازاي وصلوا لده وقعدت تربط الاحداث ببعض انت هتتجنن لان مفيش سبب منطقي. فعشان كده عمر ما في انسان بيفكر كتير في حاجات مش في ايده وهيعيش سعيد. مش في ايدي ان انا اغير الحاجه دي، مش في ايدي ان انا اتحكم في الحاجه دي، يبقى انا لو فكرت فيها يبقى انا كده بتعس نفسي. وعلى فكره الحاجات اللي بجد في ايدينا هي محدوده جدا، يعني انت في ايدك بس مش هقولك اليوم، والله ما اليوم، اللحظه اللي انت عايشها بس هي دي اللي في ايدك بس. شكرا. لا في ايدك اللي فات ولا في ايدك اللي جاي ولا في ايدك نفسيتك، يعني نفسيتك اللي بتتغير دي والسويتشز اللي بتحصل، وان انا شويه ابقى مبسوطه وشويه ابقى زعلانه وشويه ابقى عايزه اعمل واقوم وعندي طاقه اهد الدنيا، وفتره تانية لا مش عايزه اعمل اي حاجه. عادي let it go، يعني سيبي الدنيا تمشي كده، ومش لازم تقعدي كده عايزه تعرفي كل حاجه، مش لازم تعرفي مالك دلوقتي، بس ما تستسلميش للاحساس. يعني مثلا انا دلوقتي قمت وحسيت مودي وحش ومش عايزه اروح الشغل، طبعا هقوم اروح الشغل عادي جدا. وما تقعديش بقى وانتي في المواصلات رايحه الشغل او انتي في الشغل نفسه او بعد ما ترجعي من الشغل هو انا ليه مودي وحش، انا مودي النهارده مش حلو، وتقعدي بقى كل حد تشوفيه في سكتك
لا 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 ابعد عني عشان انا النهارده بجد قايمه مودي وحش جدا، انا مش عارفه مين النهارده، ده النهارده مش طايقه نفسي، ده النهارده قايمه حاسه ان انا عايزه هرتكب جريمه. لا ما تعمليش كده خالص. يعني الحل مش في ان انت تقري بمشاعر الحزن والاحباط بقى والمشاعر السلبيه دي وتعيشي انديب فيها، وبرده مش الحل انك انت تتجاهليها. يعني هو كلام يعني ايه، يعني يعني من بره كده يبان هو عكس بعضه، بس هو والله ما عكس بعضه. انت المفروض لا تنغمزي في الشعور قوي لدرجه توقف حياتك، ولا تسيبي كل اللي وراكي وتقعدي يلا بقى انا عايزه بقى ايه اتجاهل دلوقتي وانكر الشعور ده. اعمل ايه ازاي اكون سعيده؟ اكبر بقى سبب لتعاسه الانسان هو انه يقعد يدور ازاي يكون سعيد. وبصراحه انا اتفاجئت لما سمعت حاجه زي كده، وكانت اول مره اسمع فيها الكونسبت ده والفكره دي، كان في كتاب فن اللامبالاه. حقيقي بجد الكتاب ده فوق الرائع، يعني كميه سلام نفسي الواحد حاسه وهو بيقرا الكتاب ده مش طبيعيه. بجد انصحك ان انت تقري الكتاب ده، كتاب رائع جدا. لو انت ما قريتوش لا اقريه، حلو جدا. فالمهم، فكان شابتر من الشباتر فصل كده في الكتاب كان بيقول ايه، انه المشكله في السعاده. يعني المشكله في السعاده، تخيلي المشكله في السعاده. المشكله هي ان احنا دايما عايزين ندور ازاي نبقى سعداء. فانت كونك انك عماله تسعى ازاي ابقى سعيده ازاي ابقى سعيده، ده اقرار منك ان انت دلوقتي تعيسه. ازاي اكون شخصيه ناجحه؟ يبقى انت فاشله. ازاي اكون انسانه هاديه؟ يبقى انت عارفه انك انت عصبيه. يعني ايه؟ يعني الانغماس قوي في ان انا عاوزه اكون سعيده بيخليكي تحسي قد ايه انت دلوقتي تعيسه، فما تنبسطيش بالواقع اللي انت عايشاه في حياتك مهما كان فيها حاجات ايجابيه، لانك انت دايما عايزه تروحي لحته مختلفه وشايفه ان انت فيه ده وحش. سعيك ان انت عايزه تروحي لحته مختلفه معناها ان انت مقتنعه ان الحته اللي انت فيها دلوقتي دي وحشه، انا مش في حاجه كويسه دلوقتي. فهو دي مشكله. زمان ما كنتش تلاقي الناس بتفكر التفكير، الشخص كان يقوم الصبح يلاقي كده موده وحش يقول مش عارف ليه مودي وحش كده، يلا مش مهم، ويقوم ويكمل حياته عادي ويعمل اللي هو بيعمله عادي. حياة بتمشي وبينسى وبيتلهى، ما بيقعدش بقى ينغمس في التفكير زي ما احنا بنعمل دلوقتي، او ينغمس في التدوير وانا ازاي اكون سعيد ومفاتيح السعاده، و10 عادات عشان خاطر تبقى سعيد في حياتك، و5 مفاتيح واسرار لو عرفت تعملهم هتبقى انسان حاجه تانية خالص. ما كانش في كم الايجابيه المفرط. احنا بقينا نتكلم عن الايجابيه بزياده، ولكن احنا عايشين في تعاسه اكتر. يعني شيء غريب جدا. والله يعني فكروا كده معايا، يعني بكم المصادر المهوله اللي بتتكلم عن النجاح وعن السعاده، المفروض بقى نسب الانتحار والاكتئاب تبقى قليله، صح؟ حانوا لا، نسب الاكتئاب والانتحار عاليه جدا وعماله تزيد كل مدى. ليه؟ لانه من كتر ما احنا بقينا بنركز ان احنا عايزين نبقى سعداء، احنا عمالين نقول في اللحظه اللي انا عايشاها دلوقتي انا انسانه تعيسه، انا انسانه مش سعيده، لان كل تركيزي على قدام، كل تركيزي اللي انا عاوزه اكونه مش اللي انا فيه. فدي اول حاجه ما تركزيش فيها، وما تحاوليش خالص انك انت تعمليها. ما تحاوليش لانك تدوري على السعاده في حاجه مش في ايدك. ما تحاوليش انك انت تنغمسي في التفكير وفي الاستنكار الواقع اللي انت عايشاه، لانه ببساطه شديده ده هيدخلك في حاجه اسمها الحلقه الجحيميه. دي نقطه مهمه بقى جدا، دي برضو كانت موجوده في الكتاب بتاع فن اللامبالاه. ايه بقى الحلقه الجحيميه دي؟ تحفه جدا بجد، يعني كتاب فوق الرائع والله. الحلقه الجحيميه دي هو ايه؟ ان انت بيجيلك شعور سلبي زي مثلا حزينه. ثانيه بس اخد بقى. انت دلوقتي حسيتي ان انت حزينه وزعلانه خالص، تمام؟ فقعدتي تفكري في حزنك، وده اللي احنا بنقوله، ما تحاوليش انك تفكري في حزنك. ايه بقى اللي هيحصل لو فكرتي في حزنك؟ اللي هيحصل ان في اللحظه اللي انت بتفكري فيها في حزنك انت بتحزني اكتر انك انت حزينه، فبتخشي في حاجه اسمها الحلقه الجحيميه. ايه بقى؟ شعور سلبي بيولد شعور سلبي، بس شعور سلبي ده يولد شعور سلبي يولد شعور سلبي، ويلا بقى ايه، نلف في دايره مش هنخلص خالص منها. فعلا ده بيحصل. وعلى فكره سبحان الله، الانسان هو الكائن الوحيد اللي يقدر يفكر في تفكيره.
يعني انا بفكر في تفكيري، مثلا انا حاسه اني متعصبه، فانا بفكر ان انا ليه متعصبه، فانا بفكر في الحاجه اللي انا بفكر فيها او اللي انا حاساها. فلما افكر ان انا ليه متعصبه، اتعصب اكتر ان انا ليه اتعصبت في الموقف الفلاني، فاقوم زعلانه ان انا متعصبه ان انا اتعصبت في الموقف الفلاني، فافكر في حزني، فاحزن ان انا حزنت اني اتعصبت في الموقف اللي انا اتعصبت فيه. يعني انتوا متخيلين حجم العبث الكوني اللي بيحصل واللي احنا بنعمله في نفسنا؟ وبعد كده نرجع نقول احنا ليه مش هادين وليه مش حاسين بالسلام النفسي؟ ما هو احنا اللي عاملين في نفسنا ده، احنا اللي عمالين نضيع حياتنا كلها بنفكر تفكير مش هيغير اي حاجه في الدنيا. يعني انا دلوقتي لو عرفت السبب اللي عصبني، انا ممكن بصراحه افكر في حاجه واحده بس، ان انا بقى لو عايزه اقيم واعدل سلوك معين، ماشي، وده بيبقى في وقت معين بقعد كده مع نفسي مثلا في اخر اليوم، والله انا التصرف الفلاني اللي عملته كنت متعصبه فيه وده كان غلط، وانا ايه اللي عصبني في الموقف الفلاني؟ عشان فلان مثلا قال لي كلمه ضايقتني، خلاص يبقى انا محتاجه دلوقتي اتعلم ازاي ارد رد افضل، او لما حد يقول لي حاجه تضايقني ازاي انا ما استفزش بسهوله وادي رد فعل عصبي. خلاص بقى مش هقعد بقى ايه اسحل دماغي بقى في تفكير كتير. انا اللي بعمله دلوقتي ايه؟ اللي بعمله دلوقتي اني والله دي سببها كذا، خلاص انا هحل، شكرا، خلاص قفلنا. مش هخش بقى تفكير بقى زياده واسحل بقى دماغي بقى يا انا اتعصبت واجلد بقى ذاتي ليه اتعصبت. ده العصبيه دي شيء سيء جدا. انا عمري ما كنت عصبيه كده، هو انا ايه اللي حولني، هو انا ايه اللي غيرني، هو انا ايه اللي خليني عصبيه كده؟ اكيد المسؤوليات، اكيد الولاد. ما انا برضو ما فيش حد بيبقى وراه كم المسؤوليات دي، واصحى من سبحات ربنا افطر واغير والبس وادي مدارس وانضف بيت واشتغل، ما انا لازم اتعصب. إيه اللي بيحصل؟ انت عماله تجيبي نفسك حاجات تعزز العصبيه، تعزز العصبيه، بتخليكي عصبيه اكتر، تخليكي حزينه اكتر. طب ليه؟ ستوب، خلاص وقفي. ولما يجي شعور ما تدوش اكبر من حجمه. تاني حاجه ما نحاوليش ابدا بقى فيها، وبجد الكلام ده انا بقوله لنفسي قبل ما اقوله لاي حد، عشان دي صفه اعتقد ان هي متاصله في جزء كبير جدا من الستات بما فيهم انا، وهو عندنا دافع دايما للاصلاح والتغيير. احنا كده ايه في نفسنا كده، تحس ان احنا ماشيين في البيت مشرفين، او احنا عايزين ندي كومنتات طول ما احنا ماشيين. شيل هدومك، نظفي اوضتك، اغسلي سنينك، اقعد ذاكر، اقعدي مش عارفه اعمل ايه، سيب التليفون. انت ليه جبت كل الطلبات دي؟ على فكره احنا مش محتاجين كل الطلبات دي، انت بقيت مسرف جدا، على فكره انت المفروض تمسك على فلوسك اكتر من كده، لا انت ما كنتش المفروض تتصرف بالشكل الفلاني، لا انا لو مكانك ما كنتش هعمل كده. عمالين ننظر بس، يعني احنا عمالين ننظر، عمالين دايما نقول للناس اللي حوالينا اعمل وما تعملش، اعمل اوامر، اعمل وما تعملش. ايه بقى اللي بيحصل لما بنعمل حاجه زي كده؟ ما بيحصلش اي حاجه ايجابيه. يعني انت لو انت متخيله ان انت لما تقومي دلوقتي تمسكي في خناق مع ابنك عشان خاطر يروق اوضته، هيقوم دلوقتي ويروق اوضته بقى وهو مبسوط وسعيد، ويا ماما شكرا انك انت خلتيني اقوم اروق اوضتي؟ طبعا ده مش هيحصل. اللي هيحصل ايه؟ انه هتقولي قوم روق اوضتك، اوضتك مش نظيفه، هو انا هقعد انضف من وراك؟ هو انت مفيش فايده فيك؟ انا تعبت ومحدش حاسس بيه. اللي هيحصل ان هو هيعمل شت داون لدماغه، اسكت خالص لحد ما هو تخلص كل اللي هي عايزه تقوله. هتقعدي بقى انت تتعصبي ودمك يتحرق و وبعد ما تخلصي كل ده يقول لك ماشي يا ماما انت عايزه ايه دلوقتي؟ قوم روق اوضتك. حاضر. ومش هيقوم يروق اوضته غالبا يعني. فهتعصبي اكتر، هتسكتي وتطنشي وهتروحي انت تروقيها، فانت استفدتي ايه بقى؟ ولا اي حاجه خالص، حرفيا ولا اي حاجه خالص. فما فيش سلوك هيتغير بالطريقه دي. فمحاولتي دايما ان انا عايزه اغير البيت اللي حواليا، وانا بقى المسؤوله عن البيت، فانا عايزه كل حاجه تمشي زي ما انا عاوزه. والله ما في حاجه هتمشي زي ما انت عاوزه. الدنيا ما بتمشيش كده خالص خالص. الدنيا هتمشي زي ما ربنا عاوز. شوفي مهما حاولتي وقعدتي يعني ساعات ايه سنين تعلمي ابنك او بنتك حاجه معينه، وربنا مش رايد ان هم يتعلموا الحاجه دي، والله ما هيتعلموها خلاص. وده مش معناه برضو ان احنا نبطل ان احنا ننصح اولادنا ونربيهم تربيه كويسه، لا، انصحي وربي وتكلمي، ولكن الانفعال مش هيفيد باي حاجه. محاولاتي في فرض سيطرتي، ممكن تعرفي تفرضي سيطرتك وهم صغيرين، ممكن، بس لما يكبروا مش تعرفي، خلاص خرجوا بره سيطرتك. فساعتها ايه اللي هيجبر ابنك انه يقعد يسمعك؟ انه بيحب يسمعك، انه لما بيقعد يتكلم مع مامته بيحس ان الانسانه دي عندها كلام فعلا
يستاهل ان انا اسمعه. انا شايف ماما في نفسها انسانه مستقره، انسانه هاديه، انسانه قادره تاخد قرارات في حياتها وتاخد كنترول في حياتها، عندها سلام نفسي. وهو ده اللي احنا بنقوله، عشان كده عايزين يكون عندنا سلام نفسي، عشان اللي قدامك يتاثر بيكي ويسمع لك فعلا. هو ده اللي هيغيرهم. لكن محاولاتك في التغيير الفاشله بصراحه، ومعلش ما تزعليش مني في الجمله دي، ومحاولاتي فشل على فكره، ان انا فشلت كتير جدا بسبب الطريقه دي. فانا نفسي فشلت يعني. محاولاتنا بقى الفشل ان احنا نغير بالخناق، بالزعيق، بكتر الانتقاد، باننا بالاوامر، قوم اعمل، قوم سوي. انت شايفه جوزك جاب حاجه دلوقتي وانت حاسه ان هو صرف فلوسه في حاجه ملهاش اي 30 لازمه من وجهه نظرك، تمام؟ رحتي دلوقتي ورحتي متخانقه معاه او قلتي له ليه جبت الحاجه دي ملهاش اي 30 لازمه، انت عمال تصرف فلوس يمين وشمال، وبكره تعرف قيمه القرش اللي انت بتصرفه ده، وعلى فكره انت بتعمله ده غلط، واتخانقتي معاه. طبعا هو مش هيسكت، لان شايف قدامه واحده دلوقتي بتهاجمه. فاللي هيحصل ايه؟ طبعا اي راجل في الدنيا هيقوم مهاجم هو كمان، فهيتخانق. فما عملتيش اي حاجه غير ان انت قلبتي جو البيت كله خناق ومشاكل، ومفيش اي حاجه اتحلت. طب الحل ايه؟ طب اعمل ايه برضه يعني؟ قولي لنا دلوقتي اعمل ايه؟ زي ما انت دلوقتي بتقولي ان انا ما احاولش ان انا اغير بالسلطه. هل الحل بقى ان انا اسيب الدنيا كده بايظه خالص، ما احاولش خالص؟ يعني اسيب جوزي مثلا بيصرف فلوس في حاجات ملهاش اي 30 لازمه، او اسيب ولادي يعملوا اللي هم عاوزينه؟ او اولا بعيدا عن ان احنا ما نقدرش نغير الناس اللي حوالينا، وخصوصا الناس الكبيره، يعني جوزك، اهلك، اخواتك، الناس دي ما تقدريش تغيري اي حد فيهم. فانت تقبلي الصفه اللي في الشخص اللي قدامك، تقبليه زي ما هو، وحاسين انت متقبلاه، حاسينه عادي، مفيش اي مشكله. لو عمل حاجه غلط مش هنعلق له حبل المشنقه، عادي كلنا بنغلط، مفيش مشكله. بس انا شايفه انه كان احسن ان احنا نعمل كذا. ابداي ان انت ادي حلول من بعيد، ولو هو طلب النصيحه انصحي، ما طلبش النصيحه اسكتي، اسكتي بجد والله. ما والله العظيم لو اتكلمتي مفيش حاجه هتتغير، والله ما في حاجه هتتغير. الكلام اللي بالطريقه النقد والهجوم والعصبيه مش هيغير حاجه، فما تتكلميش احسن. لكن لو انت حاسه ان هو عنده استعداد انه يسمعك، اقعدي اتكلمي معاه، اقعدي قولي له بص والله ده انا شفت فيديو رائع بيتكلم ازاي ممكن ان احنا نحسن مثلا من الصرف بتاعنا، وان احنا ما نصرفش حاجات استهلاكيه ممكن تخلينا قدام محتاجين فلوس، وما يبقاش ساعتها وقتها معانا الفلوس دي. ايه رايك لو تسمع الفيديو ده معايا؟ تعالى نشغله مع بعض، انا حاسه ان احنا هنستفيد لو سمعنا الكلام ده. فالهاه دي اللي هو نحن دي بتخلي الشخص اللي قدامك حاسس ان انا مش بدي نصيحه، انا جايه اتكلم معاك عن حاجه هتحسن حياتك وتحسني معاك. فدي نقطه مهمه جدا. ولادي بقى، طيب انا دلوقتي لو ولادي وعاوزه ان انا اغير في الصفه فيهم، او مثلا اخواتي الصغيرين وانا مثلا الكبيره، او ايا كان ناس حواليا، او مش شرط ان انا اكون الكبيره، ناس حواليا وشايفه انهم بيعملوا حاجه غلط وعاوزه اغير الحاجه دي. طيب هنمشي على نفس الكلام في حته ان احنا هننصح ونتكلم بشكل كويس لو اللي قدامك متقبل وحاسس ان هو عاوز يسمع النصيحه. طب اللي قدامي مش متقبل ومش عاوز يسمع نصيحه، نعمل ايه؟ ادعي له، بجد والله ادعي له. ربنا قال ايه؟ انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فانت مش هتعرف تهدي الناس اللي حواليك مهما حاولت. مهما حاولتي يبقى ولادك ناس كويسين، اهلك ناس كويسين، عايزه تغيري وعايزه بيتك يبقى افضل بيت ممكن، انت ليكي نفسك، قادره تغيري حاجه غيريها في نفسك، وحاولي ان انت تكوني نموذج يقتدى به. فممكن الناس اللي حواليكي لما تشوف ان الفرق اللي حصل في حياتك لما طبقتي الحاجه دي يطبقوها هما كمان. فخليكي خير مثال وخير قدوه، دي اول حاجه. وتاني حاجه اللي هو الدعاء، ادعي كتير جدا وانصحي لو هما عاوزين يسمعوا النصيحه دي. خلاصه الكلام انه لا تحاولي انك انت تنكري الواقع بتاعك والحياه اللي انت عايشاها وترفضي مشاعرك واحاسيسك الطبيعيه جدا عشان ما تخشيش في الحلقه الجحيميه اللي اتكلمنا عليها. تاني حاجه، ما تحاوليش انك تغيري العالم اللي حواليكي والناس اللي حواليكي، وخليكي في نفسك بس. كده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم وحسيتوا بالسلام النفسي اللي انا حاساه دلوقتي وانا بتكلم معاكم عن السلام النفسي. ما تنسيش تعملي شير ولايك وسبسكرايب، وروحي شوفي الفيديوهات اللي فاتت، وتابعيني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية. اشوفكم في حلقة جديدة من انتي والف وزير.